السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس اللي بتتفرج على قناة في التسعين، أهلا وسهلا بيكم. جايين النهاردة نتكلم عن ماتش الزمالك والمصري إن شاء الله في الكونفدرالية يوم الأحد. الحمد لله خلصنا من بطولة الأمم وخلاص، ما عادش ورانا غير حبيبنا بقى. فنركز معاه ونشوف اللي هو داخل عليه بإذن الله. وبإذن الله أول ماتش هنبدأ بيه هو ماتش الكونفدرالية. الماتش ده مهم جدا، محتاجين ان احنا نتكلم عنه شوية عشان نعرف ازاي نقدر نكسب المصري. كلنا عارفين وضع الزمالك وعارفين المشاكل اللي عند الزمالك، وده يبقى ليها حلقة لوحدها لما نجيلها يعني. بس نتكلم في المهم دلوقتي في الماتش بتاع الزمالك والمصري. الماتش ده هيفرق بنسبة كبيرة قوي في مشوار الزمالك، بالذات في بطولة الكونفدرالية. حتى لو الناس شايفة ان الدوري المنافسة فيها تبقى صعبة، انا شايف ان لا، الزمالك بالتيشيرت بس يا جماعة يقدر ينافس. لكن نخلينا بس في الكونفدرالية اللي هي اسهل شوية من الدوري، يعني عشان المنافسين اللي فيها مش كتير. يعني هو منافس ولا اتنين اللي في الكونفدرالية اللي نقدر بإذن الله نتغلب عليهم. فبسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي كده في الكومنتات، واللي ناسي يعمل اشتراك يا ريت يعمل اشتراك ويدعمنا بلايك، واكتبوا كومنتات وهنرد عليكم كلكم بإذن الله. الاول ماتش الزمالك والمصري. الزمالك لعب ماتشين والمصري لعب ماتشين. الزمالك معاه 4 نقط من ماتشين، كسب ماتش، كسب زيسكو وتعادل مع كايزر تشيف. والمصري لعب ماتشين، لعب كايزر تشيفز وزيسكو وكسب الاتنين. يعني المصري الاول ب6 نقط والزمالك التاني 4 نقط. الزمالك هيلعب المصري ماتشين ورا بعض، ماتشين في الكونفدرالية. الماتش الجاي يوم الاحد وبعدها باسبوع باذن الله الماتش العودة. الماتشين دول يفرقوا جدا، لو الزمالك كسب الماتشين دول بنسبة 99% انت صعدت اول وخلاص. عديت يعني ايه المرحلة الصعبة اللي في المجموعة دي. طب المصري، هل المصري فريق سهل؟ إجابة طبعا لا. طب هل الزمالك يقدر يعدي المصري؟ هل بعد رحيل ناصر ماهر اللي لسه النهارده لسه اعلنوا عنه، ناصر ماهر خلاص راح بيراميدز 4 سنين، هيجي حلقة يعني وهنتكلم ونقيم الصفقات اللي جت واللي خرجت، ده لو جه صفقات يعني والقيد اتفك. بس نتكلم الأول عن أهم حاجة في المصري ونقاط قوة المصري. المصري بيلعب بنفس الطريقة اللي بيلعب بيها معظم فرق الدوري، والزمالك كمان ال4-2-3-1 أو ال4-3-3. خطورة المصري كلها بتتركز في عبد الرحيم دغموم. عبد الرحيم دغموم لاعب خطير قوي، لاعب جزائري بس خطير قوي. وهو تقريبا اللي شايل فرقة المصري من أول ماتش، من أول الدوري ما بدأ. بعد عبد الرحيم دغموم يجي بقى صلاح محسن المهاجم، ويجي عمر الساعي اللي كان بيلعب في الأهلي، لاعب الإسماعيلي، لاعب كويس قوي ولاعب نص ملعب جوكر يعني. هي دي خطورة المصري طبعا. أحمد عيد راح الأهلي خلاص، الباك اليمين اللي كان بيلعب في الزمالك، فاللي هيبقى موجود بنسبة كبيرة كريم العراقي. في محمد مخلوف برضو في نص الملعب بيلعب ضربات جزاء كويس، هو عمر الساعي وصلاح محسن. فخطورة المصري بتتركز في الثلاث اربع اسامي اللي احنا قلناهم دول. صلاح محسن المهاجم، عبد الرحيم دغموم الوينج، منذر طمين المهاجم، صلاح، مين تاني يا ربي، كريم العراقي الباك، محمد مخلوف نص الملعب، عمر الساعي نص الملعب. دفاعه بقى باهر المحمدي وكده، عادي يعني في المتناول. وسكواد الزمالك انا لغايه دلوقتي شايف ان سكواد الزمالك يقدر يعدي المصري حتى بعد رحيل ناصر ماهر. لو احنا لعبنا بالتشكيله الاساسيه، الزمالك بيلعب دلوقتي غايب عنه اكتر من 3/4 الفريق يا جماعه. حتى يعني انا مش هحسب ناصر ماهر، صبحي غايب، حسام عبد المجيد غايب، محمد اسماعيل غايب، بنتايك وفتوح مش موجودين، عمر جابر مريح، نص الملعب شحاتة مش موجود، دونجا مش موجود، احمد ربيع مش موجود، عبد الله السعيد مش موجود، ناصر ماهر مشي، شيكوبانزا مش موجود، عدي الدباغ مش موجود، سيف الدين الجزيري مش موجود. فالزمالك في غيابات باذن الله هترجع بعد البطولات الافريقيه ما خلصت، وكل الناس راجعه. شيكوبانزا رجع وبزيرا رجع وادم كايد موجود وعدي الدباغ موجود، عبد الله سعيد هيرجع، نبيل دونجا في التاهيل، احمد ربيع هيرجع، احمد حمدي باذن الله يرجع. باذن الله نقدر نعدي الماتش ده. ماتش مهم جدا، على قد ما هو مهم على قد ما هو صعب جدا. يا ريت بس نركز، ويا ريت الجمهور، دي بقى رسالتي للجمهور. احنا مشكلتنا لا عمرها كانت مع النادي ولا مع لعيب، مشكلتنا مع مجلس الإدارة. لو الزمالك فضل مكمل
من غير مجلس اداره احنا هنفضل ورا الزمالك، وهنفضل بندعمه وهنفضل بنشجعه. مش هنقف عن التشجيع ومش هنبطل تشجيع، لان احنا اللي بيربطنا بالزمالك لا هو حسين لبيب ولا هو مرتضى منصور ولا هو كمال درويش ولا هو اي حد. احنا بنشجع الزمالك لان الزمالك بيمثلنا، الزمالك شبهنا. فيا ريت بس الناس تبقى موجوده في الماتش. الماتش مهم جدا يا جماعه، يا ريت كل اللي يقدر يروح الماتش يبقى موجود. باذن الله هحاول اروح يعني، يا ريت كل الناس تقدر تروح الماتش تبقى موجوده ونشجع الفرقه. وبغض النظر عن اي حاجه احنا هنفضل ورا الزمالك للاخر. تشكيل الزمالك اللي انا اتمنى ان هو يبدا يعني ماتش المصري، اتمنى نبدا صبحي او عواد، الاتنين سيان يعني اللي جاهز فيهم يبدا. ولو ان انا افضل عواد عشان هو اللي بيلعب. صبحي بقاله فتره ما بيلعبش من ساعه المنتخب، ما لعبش خالص في البطوله، حتى لما شارك شوبير مش صبحي. فيا ريت يعني عواد اللي يبدا. باك شمال ما عادش عندنا غير احمد فتوح. باك يمين ما فيش غير عمر جابر. اتنين مدافعين اتمنى محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، اتمنى محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. الونش عنده كوارث، ويا ريت الونش يقعد مع نفسه ويراجع نفسه، يا اما لو كده نشوف مدافع. وباذن الله يرجع احمد حسام من الصليبي برضو. نص الملعب انا شايف ان دونجا وعبد الله السعيد واحمد ربيع، او دونجا وعبد الله السعيد ومحمد شحاته، ده افضل ثلاثي. انا شايف ان ده افضل ثلاثي، دونجا عبد الله السعيد، واختار بقى من شحاته واحمد ربيع. يمين بزيرة طبعا، يمين بزيرة، شمال شيكوبانزا. مفيش لعب في الكلام ده يا جماعه، مفيش لعب في الحاجات دي. شيكوبانزا حتى مع عشوائيته وحتى مع ان الناس مش حباه، احنا شفنا في الماتشات الاخيره شيكوبانزا عنده قدره ان هو ياخد الكوره ويجري يعمل سبرنت وياخد 2 3 4 معاه. اديله. مشكله الفكره عند المدرب هو اللي لازم يوفر للراجل ده مساحات. انت عندك راجل هو يا سيدي ما بيعرفش يستلم ويسلي، هو يا سيدي مش مهاري، هو يا سيدي مش حريف، هو زي ما هو. بس انت شفت فيه ميزه ان الراجل ده ما شاء الله قاطر. هتوفر له مساحه هياكلها، لو مين قدامه هيعدي بسرعه بقى بجري باي حاجه. اهم حاجه عندي ان هو يبقى موجود وان هو يبقى حاضر وان هو يبقى جاهز. لازم ندي شيكوبانزا ونلعب على ان احنا نوفر له مساحه. خوان بزيرة لازم المدرب يتكلم مع خوان بزيرة. انت راجل حريف، انت راجل اهم لعيب في الفرقه، بس ما تبوظش كل ده بانانيتك، ما تبوظش كل ده بان انت عايز تعمل كل حاجه. انت لو جبت جون الجمهور هيسقف لك، ولو عملت اسيست نفس التسقيف اللي هيسقفه لك الجمهور. لو جبت جون هو اللي هيسقفه لك لو عملت الاسيست. الفكره في مصلحه الفرقه مش في مصلحتك انت الشخصيه. لو انت مش هتلعب لمصلحه الفرقه ما تلعبش خالص، ما تلعبش خالص ولاعب انس اسامه. ما عنديش مشكله، ما عادش عندنا مشكله يا جماعه ان احنا نضحي باي حد. زيزو مشي، امام عاشور مشي، واللي يتزايد عليه امام عاشور مش زيزو. بن شرقي مشي، احمد عيد اهو رايح الاهلي، ناصر ماهر مشي، مهما شيكابالا بطل، عبد الحليم علي بطل، حازم امام بطل، جمال حمزه بطل، تامر عبد الحميد بطل، الناس دي كلها، عبد الواحد سيد بطل، الناس دي كلها بطلت، واحنا فضلنا ورا الزمالك. فاللي مش هيلعب من اجل الزمالك ومن اجل الفرقه بناقصه خالص. وانا ما عنديش مشكله، انا واحد من الناس، ما اعرفش الناس ايه رايها، بس انا ما عنديش مشكله ان احنا نقعد سنتين ثلاثه. هي تقيله على قلبنا وتقيله قوي، ما ناخدش بطولات بس بننافس، بس بنوصل، بس بنبني، بس بنعمل. بس انس اسامه ده اشوفه بيلعب الماتش ده 10 دقايق، شوفه بيلعب الماتش اللي بعده ربع ساعه، شوفه بيلعب الماتش التالت تلت ساعه. كل شويه لو زودت له 3 4 دقايق ولا 5 دقايق مع بعض هتاخد منه لعيب كويس. وفي عندك برضو يوسف وائل نص الملعب لعيب كويس، محمد حمد لعيب كويس، محمد ابراهيم الباك اليمين لعيب هايل محمد ابراهيم، سيد اسامه لعيب كويس. فاحنا عندنا كام ناشئ، مش هقول لك ان هم لعيبه سوبر، بس كام ناشئ عندهم اساسيات تقدر تبني عليهم وتقدر ان انت تقدم حاجه كويسه باذن الله. فاتمنى يعني التشكيل يبقى زي ما انا ما قلت، واتمنى كابتن معتمد جمال يركز، واتمنى ان الفرقه تعمل اقصى ما عندها. لان احنا مش حمل ان احنا نزعل، ومش حمل ان احنا نتاثر، ومش حمل وقع للزمالك تاني. الوقعه الجايه مش هيبقى فيه زمالك. الوقعه الجايه مش هيبقى فيه زمالك. واخر حاجه رساله لمجلس الاداره، يا ريت يا جماعه تعملوا بما يرضي الله، تشتغلوا بضمير. يا جماعة حرام عليكم، يا جماعة احنا عمرنا ما وصلنا للي احنا فيه ده. يا ريت تلحقوا الفرقة وتلحقوا النادي. احنا لا بنشجع، احنا لا يهمنا سلة ولا يهمنا طايرة ولا انا على الاقل، في ناس بتهتم بالحاجات دي، لكن انا على الاقل لا يهمني سلة ولا يهمني طايرة ولا يهمني يد ولا يهمني جمباز ولا يهمني جود ولا يهمني اي ولا سباحة ولا. انا اهم حاجة عندي فرقة الكورة. الزمالك طول عمره فرقة الفن والهندسة، فريق فن وهندسة. الزمالك زي ما انت ما بتقول يا كابتن حسين اكبر قلعه رياضيه في مصر، فما ينفعش ده يبقى وضع اكبر قلعه رياضيه في مصر.
ده كل اللي عندي. يا ريت الناس اللي ما عملتش اشتراك تشترك في القناة، يا ريت الناس تعمل لايك، ويا ريت تصلي على الكومنتات. سلام عليكم.